الزولة دي لما كانت سنة سادسة عملت أول براءة اختراع لها، وحاليا عندها 3 براءات اختراع. رزان هشام ما كانت طفلة اعتيادية، ولما كانت سنة سادسة كانت مع حبوبتها في الحصاحيصة، وهناك شافت مشهد ما نسته. شافت راجل مسن من ذوي الهمم بيحاولوا الناس يطلعوه وينزلوه بالكرسي، لكن ما قدروا. وشاء ربنا انه رزان تكون ماسكة اللعبة دي في يدها عشان تطلع لنا بأول براءة اختراع في حياتها، الكرسي المتحرك ده. رزان شالت اللعبة حقتها وخدتها في الكرسي وقررت تساعد كل أصحاب الهمم. والكرسي ده ما بس بيقدر يطلع وينزل السلالم، الكرسي ده كمان بيرتفع 2 متر. وكبرت رزان وشغف الابتكار كبر معاها، وفي يوم عادي كانت هي وأهلها في زيارة لواحد من أقاربهم العيانين، وكانت بتشوفه بيتقلب في السرير وبيتوجع. فسألت أهلها هو ليه قاعد يتوجع؟ قالوا لها لأنه عنده قرحة سريرية. قلت لهم يعني شنو قرحة سريرية؟ شرحوا لها المرض. والقرحة السريرية يا جماعة هي عبارة عن جروح مؤلمة بتكون في الجلد بتسببها فترات الجلوس الطويلة أو فترات النوم الطويلة بدون حركة. يعني لما نزول يكون قاعد على نفس الوضعية لأيام، الضغط المستمر على نفس النقطة والاحتكاك بالسرير والرطوبة بتسبب الجروح دي. ورغم انها ما كانت في المجال الطبي، لكن روحها دائما كانت بتفتش في الحلول، واكتشفت انه ملايين الاشخاص بيعانوا من القرحة السريرية. فبدت تقرا وتتعلم، جاتنا بالابتكار ده، المرتبة الذكية. المرتبة دي بسبب التموجات اللي فيها الجسم ما دايما بيكون ضاغط على نفس النقطة، وفي نفس الوقت المرتبة بتمتص العرق من المريض وبيتقيس به مؤشرات حيوية وبترسلها للطبيب وبتعرضها في الشاشة دي. وفوق ده كله عملت لها وحدة تعقيم عشان المرتبة دايما تكون صحية. ورزان شاركت بالابتكار ده وبابتكار الكرسي في مسابقة فولن وولز لاب في السودان، وفازت بهم الاثنين بالمركز الأول. وبابتكار المرتبة فازت في ألمانيا برضو بالمركز الأول عشان تجيها منحة من جامعة كيل الأمريكية. ورزان درست الأمن السيبراني عن بعد وتخرجت بمرتبة الشرف ومعدل 4 من 4، وده كله وما شاء الله عمرها 22 سنة. فقصة رزان ما كانت صدفة، طفلة كانت بتشوف المشاكل وبتمشي تفتش على الحلول، لا قالت الحاجة دي أكبر مني ولا قالت أنا صغيرة. فشكرا يا رزان.